فتحت فاجعة الصابلات في الجزائر العاصمة التي أودت بحياة 5 أطفال النقاش حول مستقبل الرحلات المدرسية بسبب التباين في الآراء بين من رأى ضرورة إلغائها ومن شددوا على تقنينها وتسليط العقوبات صارمة على المتهاونين من المشرفين عليها. وضمن المتابعة القضائية لمسار التحقيقات في الحادث، كشفت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين عن وضع 7 أشخاص تحت النظر يشتبه في علاقتهم بظروف الواقعة التي خلفت تفاعلا وتضامنا واسعا مع عائلات الأطفال الذين قضوا غرقا بمنتزه الصابلات بالواجهة البحرية للجزائر العاصمة مساء السبت الماضي خلال رحلتين للنزهة لفائدة متمدرسين من ولاية المدية. فقد نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل الضحايا في برقية تعزية.